طابت أوقاتكم بكل خير من الفضائية الإريترية. نقدم لكم نشرة الأخبار والمستهل بأبرز العناوين. تنظيم مهرجان الإريتريين المقيمين في إيطاليا. ختام أنشطة القيادة الوسطى الثقافية والرياضية في مدينة دكمحرة. مركز شالوت للتدريب في عنسبة يسجل نموا ملموسا. الجيش الإسرائيلي يقتل 8 فلسطينيين وعمليات توقف في جنين. سوريا تعلن تصديها لضربات جوية إسرائيلية على محيط حمص. تايوان تجري مناورات صاروخية على مدى يومين. من العناوين إلى التفاصيل. نظم الإريتريون المقيمون في إيطاليا مهرجانهم السنوي في مدينة ميلانو خلال الأول والثاني من يوليو تحت شعار إنجازات بطولية بصفوف متماسكة. وافتتح المهرجان الذي حفل بمشاركة حكام أقاليم البلاد الست حاكم الإقليم الأوسط السيد فيساي هيلي. وقد تجمع خلال المناسبة الوطنية السنوية الإريتريون المقيمون في المدن الإيطالية والقادمون من مختلف الدول الأوروبية والمدعوين من الإيطاليين. وقدم سفير إريتريا في إيطاليا السيد فيساسين بيتروس كلمة بخصوص معنى وتاريخ المهرجان قبل وبعد الاستقلال. أوضح فيها أن المهرجان لعب دورا كبيرا في تماسك صفوف المواطنين وتقوية ترابطهم بوطنهم وتعريف النضال الإريتري العادل وكذا تاريخ وثقافة الشعب الإريتري للأجانب، بالإضافة إلى توارث القيم الوطنية والثورية. وعقد حكام الأقاليم سيمينارا للمشاركين قدموا من خلاله توضيحا مفصلا حول تطور برامج التصدي والتنمية الوطنية، وكذلك دور ومساهمة المواطنين المقيمين في الخارج في التصدي المتماسك والبرامج المستقبلية. كما قدم السيد أحمد إمام للمواطنين المقيمين في الخارج توضيحا مسابا حول أهمية الحصول على معلومات دقيقة لتعزيز مساهماتهم في برامج التنمية الوطنية. واشتملت فعاليات مهرجان هذا العام على عروض عكست خلفية المهرجان وعروض الجمال وأنشطة رياضية وبرامج ترفيهية للأطفال، وكذلك فقرات وبرامج فنية وثقافية. فيما ساهمت الفرقة الفنية التي ذهبت من إريتريا بترفيه المشاركين. في الختام وزعت الجوائز على الفائزين في جميع المسابقات والمنافسات. حظى ملعب دكمحرة المحلي في 30 من يونيو باستضافة نهائي منافسات أنشطة القيادة الوسطى الثقافية والرياضية التي انتظمت ل10 أسابيع تحت شعار التصدي للسلام والتنمية. وحضر اللقاء كبار قادة الجيش يتقدمهم القائد العام لهيئة قوات الدفاع الفريق فيليبوس ولد يوهانس، وقائد القيادة الوسطى العميد تخليك فلاي، وقائد هيئة الأسلحة الثقيلة العميد تكيرو سوما، ومسؤول ضابط الإرشاد والتوجيه المعنوي بوزارة الدفاع العقيد سلمون سيوما، وكذلك قائد هيئة قوات الدفاع العقيد ملائكة تخلى مريم. وقال قائد ضابط الإرشاد والتوجيه المعنوي في القيادة الوسطى الرئيس زرقو أصبحان الأنشطة الرياضية المنتظمة للمرة 11 أضيفت إليها هذا العام ولأول مرة أنشطة ثقافية، مما زادت المنافسات الرياضية جمالا وبهاء. وأشاد بالجهات المنظمة للمنافسات الرياضية والثقافية من أعضاء القيادة والشركاء. وشارك في النشاطات الرياضية من الجنسين 1199 رياضيا، فيما شارك في المجال الثقافي 295 عضوا. فريق عبال الذي تصدر الترتيب العام للمنافسات ووجه بكأس البطولة لعام 2023. وأوضح في المناسبة بأن الأنشطة الرياضية والثقافية تساهم في بناء شباب الأوفياء جسديا وذهنيا ويرسخ الحب والوحدة الوطنية، لذا سوف تتواصل مثل هذه الأنشطة بقوة كبيرة. سجل مركز شالوت لتدريب الكائن في مدينة كرن بإشراف الاتحاد الوطني لشباب وطلبة إريتريا فرع عنسبة
المسلح بمعدات كافية وعصرية والمدعوم بالطاقة الشمسية سجل نموا كبيرا من حيث عدد الدورات ونوعيتها. وأوضح المدير التنفيذي للمركز الشاب مراوي زرغاي أن الاتحاد يسعى جاهدا لرفع إنتاجية وفعالية الشباب، ويقدم المركز دورات تدريبية بأسعار زهيدة وأخرى مجانية. وقال أن الهدف هو تقديم دورات ذو مستوى عالي لإفادة الشباب، وموجب ذلك حصل خلال الأعوام الستة الماضية أكثر من 1400 شاب وموظفين وأعضاء وزارة الدفاع، بينهم 52% من الإناث على دورات مختلفة. وأشار إلى أن المركز كان يقدم التدريب في 4 مهن فقط، إلا أنه يقدم في الوقت الحالي 14 نوعا من الدورات المهنية، متمثلة في تركيب الطاقة الشمسية وصيانة الحاسوب والشبكة ومد التيار الكهربائي وصيانة الجوالات، وتعليم أساسي في مجال الإلكترونيات والمحاسبة والتصوير الثابت والمتحرك والجرافيكس والمنتجات وتقنية الحاسوب الأساسية وتصميم المواقع واللغتين العربية والإنجليزية. وذكر أن المركز شرع في بدء برنامج جديد في مجال الحاسوب بالتنسيق مع وزارة التعليم لطلاب المتفوقين الحاصلين على جائزة شارلوت المقدمة تحت شعار جائزة شارلوت للكفاءة الأكاديمية، بهدف رفع حدة المنافسة بين الطلاب والطلاب الذين حازوا على المراكز العشرة الأولى في فصولهم بتخفيض 30%. وقال أن برامج المركز المستقبلي هو القيام بدراسات حول زيادة أعداد التدريب ونوعيته، وكذا أوضاع العمل والفرص العملية التي يحصل عليها الشباب الدارسين في المركز. أعد مركز شيخ أيامو للشتول بعد دخول 130 ألف شتلة تغرس خلال هذا العام. وأوضح مسؤول سلطة الغابات والحياة البرية السيد تخلى مريم هيلي أن الشتول المعدة تشتمل على أشجار النيم وأشجار مستوطنة ومعمرة، وسيتم غرسها في الأماكن المكشوفة ودور العبادة عن طريق المشاركين في حملة الصيف التنموية وكذلك المشجرين الأفراد. وذكر نجاح أكثر من 80% من الشتول المغروسة في العام 2022، مناشدا لتخصيص الحراسة والقيام برعاية جادة للشتول التي تغرس هذا الخريف. وأشار المدير التنفيذي لمركز شيخ أيامو للشتول السيد تسفاي في الساهية إلى أن المركز أعد شتولا جيدة من حيث النوعية والعدد، داعيا لتصحيح القصور المتمثلة في القدرات البشرية والمياه. استشهد المناضل علي مسجد قبر مسقل ولد أملاخ عضو شركة سنبل لأعمال الحدادة والخراطة في الأول من يوليو عن عمر ناهز 83 عاما إثر علة أصابته. وقد التحق المناضل علي مسجد قبر مسقل ولد أملاخ بصفوف قوات التحرير الشعبية في عام 1975، وعمل إبان الكفاح المسلح في جبهات القتال الأمامية، وبعد الاستقلال لدى الشرطة الإريترية وكذا في شركة سنبل لأعمال الحدادة والخراطة. وهو مناضل خدم شعبه ووطنه بوفاء وإخلاص. والشهيد المناضل علي مسجد قبر مثقل ولد أملاخ رب أسرة وأب ل5 أبناء. وقد ورى جثمانه الثرى في 2 يوليو في مقبرة الشهداء في أسمراء. وعربت شركة سنبل لأعمال الحدادة والخراطة عن بالغ حزنها باستشهاد المناضل علي مسجد قبر مثقل ولد أملاخ، وقدمت أحر تعازيها لأسرته وزملائه ورفقائه المناضلين. الأخبار العالمية بعد فاصل قصير، تفضلوا بالبقاء معنا. تشن إسرائيل العمليات الواسعة التي أعلنت عنها بعد أسبوعين من عملية كبيرة أخرى استهدفت مخيم جنين تخلل استخدام الطيران المرحي لأول مرة منذ عدة سنوات. وتعتبر مدينة جنين ومخيم اللاجئين المجاور لها مسرحا
منتظما للمواجهات بين الفلسطينيين والقوات الإسرائيلية التي كثفت في الأشهر الماضية عملياتها في شمال الضفة الغربية مع تزايد العمليات المسلحة التي تستهدف إسرائيليين ومعها هجمات المستوطنين على الفلسطينيين وأملاكهم ومزروعاتهم. وأفادت وزارة الصحة الفلسطينية في بيان عن 8 قتلى في أقل من 10 ساعات برصاص الاحتلال الإسرائيلي، بينهم شاب في البيرة. وتحدثت الوزارة في وقت سابق عن نحو 30 إصابة، بينهم 7 في حالة الخطر. وذكر الجيش الإسرائيلي في وقت سابق أن قواته قصفت مركز عمليات مشتركة بذريعة أنه يشكل مركز قيادة كتيبة جنين، وهي وحدة مسلحة. شنت إسرائيل ضربات جوية قرب مدينة حمص الخاضعة لسيطرة قوات النظام السوري، حسب ما نقلت وكالة الأنباء الرسمية سانا عن مصدر عسكري. وقال المصدر أن الطيران الإسرائيلي نفذ عدوانا جويا من اتجاه شمال شرق بيروت، مستهدفا بعض النقاط في محيط مدينة حمص، مضيفا إلى اقتصار الخسائر على الماديات. وفي 14 من يونيو أصيب جندي سوري جراء قصف جوي إسرائيلي استهدف نقاط قرب دمشق. وأفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان وقتئذ بأن القصف طال مستودعات سلاح تابعة لمقاتلين موالين لإيران. أعلنت تايوان أنها ستبدأ مناورات صاروخية بالذخيرة الحية تستمر لمدة يومين، وذلك قبل المناورات العسكرية السنوية الأكبر في الجزيرة. وتأتي مناورات إطلاق الصواريخ في مقاطعة بينغ توانغ بجنوب تايوان في وقت تشهد العلاقات بين تايبي وبكين توترات متزايدة في أعقاب إجراء الصين مناورتين عسكريتين ضخمتين في محيط الجزيرة خلال العام المنصرم وفقا لفرانس براس. وتعد المناورات الصينية الأخيرة إلى أبريل، واستمرت 3 أيام وشملت محاكاة فرض تطبيق كامل لتايوان. وتأتي المناورات الصاروخية التايوانية على خلفية تحركات جوية وبحرية صينية في مضيق تايوان ومحيطه، وهو ممر بعرض 180 كيلومترا يفصل بين الجزيرة والبر الرئيسي. وصل أسطول بحري تابع لجيش التحرير الشعبي الصيني بقيادة المدمرة نانغ إلى نيجيريا في زيارة نادرة إلى الساحل الإفريقي المطيل على المحيط الأطلسي، حيث بذلت بكين جهودا منذ فترة طويلة لتعزيز نفوذها في المنطقة. وقالت السفارة الصينية لدى نيجيريا في بيان أن السفير الصيني أشاد بالزيارة المقررة أن تستمر 5 أيام، ووصفها بأن علامة فارقة في العلاقات، مضيفا أن البحرية النيجيرية أبدت استعدادها للعمل مع الصين لمواجهة تهديدات الأمن البحري والحفاظ على الاستقرار في خليج غينيا. وتعتبر منطقة غرب أفريقيا غنية بالنفط من أهم المناطق المصدرة للنفط الخام في العالم. وتشارك المؤسسة الوطنية الصينية للنفط البحري في عمليات الإنتاج البحري قبالة سواحل نيجيريا. تذكير بأهم العناوين مرة أخرى. تنظيم مهرجان الإرثريين المقيمين في إيطاليا. اختتام أنشطة القيادة الوسطى الثقافية والرياضية في مدينة كومحاري. مركز شالوت للتدريب في عنسبة يسجل نموا ملموسا. الجيش الإسرائيلي يقتل 8 فلسطينيين وعملية توقل في جنين. سوريا تعلن تصديها لضربات جوية إسرائيلية على محيط حمص. تايوان تجري مناورات صاروخية على مدى يومين.
وصلنا إلى ختام النشرة التي قدمناها لكم من الفضائية الإريترية. إلى اللقاء.